السلام عليكم أعزائي طلاب تالتة إعدادي، ازيكم يا أبطال عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ودايما في أحسن حال. قبل ما نبدأ الحصة بتاعتنا عايزين ندعي دعاء صغير جدا إن ربنا يوفقنا. اللهم افتح لنا أبواب العلم وزينا بزينة الفهم وارزقنا الحكمة والمعرفة ووفقنا لما تحب وترضى. وطبعا ما ننساش الدعاء لأهل غزة، اللهم كن عونا لإخواننا في غزة، اللهم احفظهم بحفظك وارفع عنهم البلاء والشدائد وفرج كربهم واشفي جرحهم وارحم شهدائهم. اللهم امين يا رب العالمين. ودلوقتي نقدر نقول نبدا حصتنا، لكن قبل ما نبدا طبعا ما ننساش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اصحابه اجمعين. خلاص، نبدا على بركه الله. احنا دلوقتي يا رجاله خدنا الجزء اللي فات قارات العالم القديم، درس اسمه ايه؟ ها، تضاريس قارات العالم. تضاريس قارات العالم. الدرس بتاعنا النهارده عن قارات العالم الجديد. احنا خدنا الدرس اللي فات قارات العالم القديم، اسيا افريقيا اوروبا. النهارده هناخد امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا. حد يقول لي فين امريكا؟ فين القاره القطبيه الجنوبيه؟ اقول لك القاره القطبيه الجنوبيه ما كانش ليها تضاريس. طب ايه الدليل بتاعنا؟ في اول حصه خالص قلت لك يحيط بها من جميع الجوانب. ايه بقى اللي بيحيط بها؟ المحيط القطبي الجنوبي، يعني كلها جليد فملهاش تضاريس. خلاص، فبعد اذن حضرتك ركز معايا. نبدأ ببركة الله. أمريكا الشمالية، وقلت لك طالما عندي تضاريس يبقى عندي جبال وعندي هضاب وعندي سهول، سواء سهول فيضية، سهول ساحلية، سهول الحتة دي بقى أنت هتنساها، متأكد 100% إن أنت ناسيها. سهول رملية. السهول الرملية خدناها في قارة واحدة لحد دلوقتي، قارة أفريقيا. قارة أفريقيا. خلاص، ركز معايا في النقط اللي هقولها دي. النقط دي مهمة جدا ولازم تذاكرها. عندي في الجبال، عندي في الشرق وعندي في الغرب. عندي فين يا مستر؟ امريكا الشماليه، عندي الجبال بتاعتها في الشرق وفي الغرب. عندي في الشرق عندي جبال اسمها جبال الابلاش. جبال ايه؟ الابلاش. ها، عندي في الشرق جبال الابلاش، وعندي في الغرب جبال اسمها جبال الروكي. روكي في الغرب، ابلاش في الشرق. روكي في الغرب، ابلاش في الشرق. روكي في الغرب، ابلاش في الشرق. روكي في الغرب، الابلاش في الشرق. خلاص، دي جبال قاره امريكا الشماليه. يا مستر مفيش جبال تانية؟ لا، القراءات بتوع النهارده هيبقوا خفاف شويه، مش هيبقوا زي بتوع امبارح. وبقول لك جبال الروكي اعلى جبال امريكا الشماليه. اعلى جبال امريكا الشماليه. هقول لك اعلى جبال في امريكا الشماليه تقع ناحيه جاوب. الغرب بقى، تقع ناحيه الغرب. خلاص، يبقى سلاسل الجبال في الشرق جبال الابلاش، سلاسل الجبال في الغرب جبال الروكي. وجبال الروكي اعلى جبال في القاره. طب تاني حاجه ناخدها الهضاب. تاني حاجه ناخدها يا رجاله الهضاب. مش قلت لك لازم هتاخد جبال وهضاب وسهول؟ جبال وهضاب وسهول. الهضاب عندي في الجنوب والشمال الشرقي. عندي فين يا رجاله؟ في الجنوب والشمال الشرقي. عندي في الجنوب هضبه اسمها هضبه المكسيك. هضبة المكسيك عند خليج المكسيك. هضبة المكسيك عند خليج المكسيك. وعندي شمال شرقي عندي هضبة ليبرادور. هضبة اسمها ايه؟ اسمها ايه تاني؟ ليبرادور. ليبرادور. يبقى تاني، عندي في الجنوب هضبة المكسيك عند خليج المكسيك. في الجنوب هضبة المكسيك عند خليج المكسيك. طب عندي في الشمال الشرقي، في الشمال الشرقي عندي هضبة ليبرادور. بس كده؟ اه بس كده. انا كده خلصت الجبال وخلصت الهضاب. في حاجة صعبة؟ لا، مفيش والله اي حاجة صعبة. عشان ما تسمعش كلام اي واحد تاني يقول لك والله الدرس ده صعب، الدرس ده كبير قوي، الدرس ده معلوماته كتير. هو الدرس معلوماته كتير بس مش صعب. مش صعب. كل اللي عليك اللي انت تذاكر. ذاكرت والله هتعرف تحل اي سؤال هيجي لك. طب عندي السهول، سهول ساحليه وسهول فيضيه. واتفقنا عم يكون عندي سهول ساحليه تبقى بحار محيطات. سهول ساحليه تبقى بحار محيطات. طب لو قال لي سهول فيضيه يا مستر؟ تبقى انهار. تبقى انهار. طب ركز معايا. السهول الساحلية لقارة أمريكا الشمالية تقع في المحيط الأطلنطي. الأطلنطي في ناحية المحيط الأطلنطي فين؟ في ناحية، فاكر أول حصة؟ ناحية الشرق. ناحية الشرق. يبقى تاني، ساحل المحيط الأطلنطي في الشرق. وخليج المكسيك، خليج المكسيك ده فين؟ في الجنوب، يفصل بين قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. يفصل بين قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. خليج المكسيك فين؟ في الجنوب الشرقي. فين يا مستر؟ في الجنوب الشرقي. وعندي خليج هيدسن. خليج اسمه ايه؟ هيدسن. هيدسن. خليج هيدسن فين؟ في الشمال الشرقي. جنوب الشرقي خليج مكسيك، شمال شرقي هيدسن.
جنوب شرقي. خليج مكسيك في الشمال الشرقي هدسن. في الشمال الشرقي هدسن. طب المحيط الهادي، المحيط الهادي كان فين في القارة؟ في ناحية الغرب، في ناحية الغرب. دي السهول الساحلية. مفيش أي حاجة صعبة. عارف لو الكلام صعب هعيد وأزيد فيه، بس والله ما في أي حاجة صعبة. احنا خدنا على فكرة الكلام ده في أول حصة. يعني أنت ما تعرفش فين المحيط الأطلنطي؟ أنت ما تعرفش فين المحيط الهادي؟ المحيط الأطلنطي في الشرق، المحيط الهادي في الغرب. طب فين خليج المكسيك يفصل بين قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية؟ يبقى في جنوب أمريكا الشمالية، في جنوب أمريكا الشمالية. وعندي خليج اسمه خليج هيدسن في الشمال الشرقي. الحاجة الوحيدة الجديدة عندك خليج هيدسن في الشمال الشرقي. خليج هيدسن في الشمال الشرقي. تبع قارة إيه ده يا مستر؟ أمريكا الشمالية. تبع قارة أمريكا الشمالية. تبع قارة أمريكا الشمالية. دلوقتي احنا خلصنا أمريكا الشمالية. في حاجة صعبة؟ في حاجة صعبة؟ لا والله مفيش أي حاجة صعبة. عندي قلت لك عندي في الجبال، عندي ناحية الشرق الجبال جبال، لا بلاش، عندي ناحية الغرب جبال الروكي، أعلى جبال في القارة. طب أنا دلوقتي عندي الهضاب، عندي في الجنوب وفي الشمال الشرقي. في الجنوب وفي الشمال الشرقي. هضبة المكسيك في الجنوب، هضبة ليبرادور في الشمال الشرقي. هضبة المكسيك في الجنوب وهضبة ليبرادور في شمال الشرقي. عندي سهول ساحلية، سهول فضائية. السهول الساحلية في المحيط الأطلنطي شرقا والمحيط الهادي غربا. خليج المكسيك جنوبا وعندي في الشمال الشرقي خليج اسمه سامعك والله هيدسن. دلوقتي في حاجة صعبة في قارة أمريكا الشمالية؟ والله ما في أي حاجة صعبة. والله العظيم ما في أي حاجة صعبة. نخش على تاني قارة معايا. قارة أمريكا الجنوبية. قارة أمريكا الجنوبية. أولا الجبال. احنا متعودين تضاريس يبقى أول حاجة جبال. عندي جبال واحدة بس، جبال نوع واحد بس، اسمها جبال الانديز. جبال ايه يا مستر؟ الانديز. تمتد من شمال القارة حتى الجنوب، من شمال قارة أمريكا الجنوبية لحد الجنوب. فين يا مستر تاني؟ من شمال القارة حتى الجنوب، من شمال القارة حتى الجنوب. يبقى اسم الجبال اللي موجودة في أمريكا الجنوبية جبال الانديز. جبال الانديز من شمال القارة حتى جنوب القارة. بس أنا كده خلصت الجبال. في حاجة صعبة؟ لا والله ما فيش أي حاجة صعبة يا مستر. ما كنت مصدق الكلام اللي بيقول لك الدرس صعب ليه؟ عشان تعرف اللي أنت يعني. يلا ربنا يهديك. ثانيا الهضاب. عندي في الشمال شرق جنوب، شمال شرق جنوب، شمال شرق جنوب أمريكا الجنوبية، شمال شرق جنوب أمريكا الجنوبية. الهضاب شمال شرق جنوب أمريكا الجنوبية. دي الهضاب. عندي في الشمال هضبة اسمها جيانا. في الشمال اسمها هضبة ايه؟ جيانا. هضبة جيانا. طب في الشرق عندي هضبة البرازيل. هضبة البرازيل. في الشرق عندي هضبة البرازيل. في الشمال هضبة جيانا. في الشمال هضبة جيانا. طب في الشرق هضبة البرازيل. في الشرق هضبة البرازيل. طب في الجنوب، في الجنوب، في الجنوب هضبة بتجوانا. بتجوانيا 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 بتاجوانيا 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 معلش. هضبة بتاجوانيا فين؟ في الجنوب. هضبة بتاجوانيا في الجنوب. يبقى تاني علشان نحفظهم. في الشمال هضبة جيانا. في الشمال هضبة جيانا. في الشرق هضبة البرازيل. أظن ده لسه لوحدها. في الشرق هضبة البرازيل. في الجنوب هضبة بتاجوانيا. بتاجوانيا بتاجوانيا بتاجوانيا. تكتب جوانيا. بتا جوانيا. في حاجة صعبة؟ لا والله ما في أي حاجة صعبة. عندي سهول ساحلية، سهول فيضية. مستر أنا زهقت. السهول الساحلية تبقى تبع إيه؟ البحار والمحيطات، والسهول الفيضية تبع. بعرف ما عرفتهاش والله، بحرام عليك يا ابني، لأن أنا صوتي اتبح من الحصة اللي فاتت. والسهول الفيضية تبع الأنهار. السهول الفيضية تبع الأنهار. أقول لكم على حاجة، أنا متأكد 100% إن في طلبة ما تعرفش السهول الساحلية تبع إيه والسهول الفيضية تبع إيه لحد وقتنا هذا. والطالب ده ما يستحقش يكون في تالتة إعدادي أساسا. السهول الساحلية، فاكرين عما قلنا أمريكا الجنوبية؟ فاكرين عما قلنا أمريكا الجنوبية؟ يتميز ساحل المحيط الهادي. المحيط الهادي فين يا رجالة؟ في الغرب. المحيط الهادي فين؟ في الغرب. المحيط الهادي فين؟ في الغرب. نفس أمريكا الشمالية. ما لو معلوماتك لمعلوماتك لو أنت مش فاكر أول حصة، الشرق والغرب في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية زي بعض. لا والله يا مستر والله قلتها لك من أول كمان، قلت لك من أول حصة. شرق غرب أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية زي بعض. شرق غرب أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية زي
بعض. يبقى الساحل الهادي في الغرب بيقول لك يتميز بايه؟ يتميز انه ضيق بالضيق، بما تفسر بسبب اقتراب جبال الانديز. بيقول لك والله جبال الانديز قريبه من ساحل المحيط الهادي. قريبه من ايه يا مستر؟ ساحل المحيط الهادي. هقول لك زي ايه؟ فاكر جبال البحر الاحمر عندنا قريبه من البحر الاحمر، قد ذلك الى ضيق مساحه البحر الاحمر. ضيق مساحه او اتساع البحر الاحمر، ضيق اتساع البحر الاحمر. نفس الفكره اما تكون جبال الانديز على سواحل المحيط الهادي، هيؤدي ذلك الى ضيق سواحل المحيط الهادي. هقول لك بما تفسر يتميز ساحل المحيط الهادي في الغرب بالضيق بسبب اقتراب جبال الانديز، بسبب اقتراب جبال الانديز. بقول لك ساحة المحيط الاطلنطي في الشرق، المحيط الاطلنطي في الشرق يتميز بايه؟ بالاتساع، عشان ما فيش عنده جبال، علشان ما فيش عنده جبال. خلاص، يبقى ده تاني عندي في السهول الساحليه المحيط الهادي. المحيط الهادي فين؟ في الغرب. المحيط الهادي فين؟ في الغرب، يتسم به الضيق بسبب اقتراب جبال الانديز. طب عندي تاني في الشرق عندي محيط اسمه المحيط الاطلنطي، يتميز بالاتساع، ولا الضيق يتميز بالاتساع؟ على ما اظن ما فيش اي حاجه صعبه. في اي حاجه صعبه؟ لا والله ما فيش اي حاجه صعبه. نخش على السهول الفيضية. أول سهل عندي في الشمال اسمه إيه؟ أورينكو. سهل أورينكو في الشمال. طب بيصب فين؟ بيصب في بحر اسمه بحر الكاريبي. اسمه يا مستر البحر الكاريبي. يصب في البحر الكاريبي، ومنه للمحيط الأطلنطي. يعني نهر أورينكو هيصب في البحر الكاريبي، وبعد ما يخلص صب في البحر الكاريبي المياه دي هتروح للمحيط الأطلنطي. بعد ما يخلص في البحر الكاريبي هيروح للمحيط الأطلنطي. المياه اللي خارجة من نهر أورينكو هتروح أول حاجة للبحر الكاريبي، ثم من البحر الكاريبي إلى المحيط الأطلنطي. يبقى أول سهل معايا في الشمال، اسمه سهل أورينكو. خلاص، مفيش أي حاجة صعبة. نخش بقى على نهر حوض الامازون. على ما اظن مفيش حد في ثالثه اعدادي وما عرفش يعني ايه حوض الامازون، صح؟ اه والله احنا سمعنا نهر الامازون فين؟ في امريكا الجنوبيه. اهو نهر حوض الامازون يجري به نهر الامازون. بيقول لك اوسع سهول فيضيه في العالم. ايه اوسع سهول فيضيه في العالم؟ اوسع سهول فيضيه في العالم نهر الأمازون فين؟ في أمريكا الجنوبية. خلاص، في حاجة صعبة؟ لا، مفيش أي حاجة صعبة. نخش على آخر سهل معانا من السهول الفيضية في أمريكا الجنوبية. سهل لابلاتا سهل بومباس. خلاص، سهل لابلاتا أو سهل بومباس. بقول لك سهل لابلاتا ده اهو يخرج منه عدة أنهار زي نهر بارانا ونهر باراجواي ونهر لابلاتا. كان في فيلم، كان في سمكة اسمها سمكة البارانة. السمكة دي متوحشة. السمكة دي كانت بتاكل أي حاجة، بني آدمين، أسماك، حيوانات، كانت بتاكلها. اسمها سمكة البارانة. علمها بكده. سهل لابلاتا يخرج منه 3 أنهار. أول نهر معايا نهر لابلاتا. طب تاني نهر معايا، ركز أهو، نهر بارانا. طب تالت سهل معايا والأخير باراجواي. يبقى سهل لابلاتا يخرج منه 3 أنهار. نهر لابلاتا، نهر باراجواي، ونهر البارانا عليهم سمكة البارانا. خلاص، في حاجة صعبة في ده؟ لا والله ما فيش أي حاجة صعبة. يبقى التاني بعد إذنك يا مستر، إحنا عايزين نعيد على السهول الساحلية والفيضية لقارة أمريكا الجنوبية عشان متلخبطين فيها شوية. قلنا سهول ساحلية عندي محيطين، محيط الهادي في الغرب ويتسم بالضيق، والمحيط الهادي الأطلنطي في الشرق ويتسم بالاتساع. طب بما تفسر يتسم المحيط الهادي بالضيق بسبب اقتراب جبال اسمها جبال الانديز، من سواء. حلو. في حاجة صعبة؟ لا والله مفيش أي حاجة صعبة لحد دلوقتي.
طب السهول الفضائية، أول سهل أورينكو، سهل أورينكو فين؟ في الشمال. أول سهل أورينكو فين؟ في الشمال. يصب فين؟ في البحر الكاريبي. ومن البحر الكاريبي إلى المحيط الأطلنطي. من البحر الكاريبي إلى المحيط الأطلنطي. وعندي نهر حوض الأمازون، نهر حوض سهل نهر حوض الأمازون، نهر حوض الأمازون يجري به نهر الأمازون، يجري به نهر الأمازون. طب آخر حاجة معايا سهل لابلاتا، سهل لابلاتا يخرج منه 3 أنهار. لابلاتا يخرج منه 3 أنهار، يخرج منه 3 أنهار. أول نهر بارانا، باراجواي، ونهر لابلاتا. طب ال3 أنهار دول بيصبوا فين؟ في المحيط الأطلنطي. يصبوا فين؟ في المحيط الأطلنطي. يصبوا فين؟ في المحيط الأطلنطي. خلاص؟ رب تكونوا فهمتوا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. في حاجة صعبة؟ في حاجة صعبة؟ عايز أقول لك معلومة مهمة. بيقول لك سهل لابلاتا أو بومباس يمتد من الشمال للجنوب. سهل لابلاتا أو بومباس يمتد من الشمال إلى الجنوب. يمتد من لفين؟ من الشمال إلى الجنوب. في حاجة مش فاهمينها يا رجالة؟ في حاجة مش فاهمينها؟ بالله عليك لو في حاجة مش فاهمها راجع الحصة. لو في حاجة مش فاهمها راجع الحصة. مش حاجة مش فاهمها راجع الحصة. دي تالت مرة أقولها. طب نخش بقى على آخر حاجة معانا. نخش بقى على آخر حاجة معانا، قارة استراليا. قارة استراليا. أولا الجبال. أولا الجبال، هي جبال عندي واحدة برضه اسمها جبال الحاجز الكبير. اسمها مصر جبال إيه؟ الحاجز الكبير، أو جبال الألب الأسترالية، أو جبال الألب الأسترالية. تمتد على الساحل الغربي ولا الشرقي؟ تمتد على الساحل الشرقي. تمتد على الساحل الشرقي. تمتد على الساحل الشرقي على شكل قوس. على شكل ايه يا رجاله؟ قوس. وتتقسم لجبالين، جبال الحاجز الكبير في الشماليه، وجبال الحاجز الكبير الجنوبيه. جبال الحاجز الكبير الشماليه، وجبال الحاجز الكبير الجنوبيه. خلاص؟ ركز معايا بعد اذن حضرتك. جبال الألب الأسترالية، جبال الألب الأسترالية تمتد على شكل قوس. جدع. ننقسم لنوعين، جبال الحاجز الكبير الايه؟ الشمالية، وجبال الحاجز الكبير الجنوبية. دي الجبال. في حاجة صعبة؟ لا والله يا مستر مفيش أي حاجة صعبة. أمال أنت كنت خايف ليه؟ عشان سمعت واحد بيقول لي يا عم سيبك بقى من ده، سيبك من ده وركز بقى في الحصة. ثانيا الهضاب. ثانيا ايه؟ الهضاب. الهضبة الغربية اسمها ايه؟ الهضبة الغربية. هي تتميز سطحها بالاستواء. يتميز سطحها بالايه؟ بالاستواء. وتشغل نصف مساحة القارة. عندي هضبة اسمها الهضبة الغربية، يتميز سطحها بالايه؟ بالاستواء، وتشغل نصف مساحة القارة. الهضبة الغربية في استراليا. الهضبة الغربية في استراليا يتميز سطحها بالاستواء، وتشغل نصف مساحة القارة. في حاجة صعبة في الهضاب؟ لا. طب في حاجة صعبة في الجبال اللي هي جبال الحاجز الكبير، تمتد على شكل قوس في الساحل الشرقي، ويطلع منها نوعين من الجبال، جبال الحاجز الكبير الشمالية، وجبال الحاجز الكبير الجنوبية. في حاجة صعبة. وعندي الهضبة الغربية تتميز سطحها بالاستواء، وتشغل نصف القارة. أنا ما أظن مفيش أي حاجة صعبة في دي أو في دي أو في الدرس كله عامة. عندي السهول الساحلية والسهول الفيضية. أول حاجة تتسع السهول الساحلية في الشمال والغرب والجنوب. فين يا مستر تاني؟ في الشمال والغرب والجنوب. فين؟ في الشمال وفي الغرب وفي الجنوب. في الشمال وفي الغرب والجنوب. خلاص؟ وبيقول لك تضيق في الشرق. تضيق في الشرق بسبب اقتراب سواحل جبال الحاجز الكبير من ايه؟ من المحيط الهادي. من المحيط الهادي بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. بسبب اقتراب جبال الحيز الكبير من المحيط الهادي. دي السهول الساحلية. طب نخش على آخر حاجة معانا، السهول الفيضية. بيقول لك سهول متسعة يجري بها نهر. كم نهر؟ 2. عندي نهرين، أول نهر اسمه نهر ماري، وعندي نهر دارلينج. نهر ماري ونهر دارلينج. نهر ماري ونهر دارلينج في الخليج الاسترالي. في الخليج الاسترالي. يصب في الخليج الاسترالي. يصب في الخليج الاسترالي. نهر ماري ونهر دارلينج. نهر ماري ونهر دارلينج. في حاجة صعبة؟ لا مش أي حاجة صعبة. دي السهول الفيضية. عندي بقى سهول تالتة. يعني مثلا انت قلت السهول الصحراوية بناخدها في افريقيا بس، وهتاخدها كمان في استراليا.
تاخدها فين يا مستر؟ في استراليا. عندي سهول صحراويه توجد في داخل وغرب القاره، توجد في داخل، معرفش باينه عندكم ولا لا، هي تبقى يعني مش هتبقى باينه قوي. توجد في داخل وغرب القاره. وصحاري رمليه قليله الموارد. صحاري رمليه قليله الموارد، دي تكون صحاري رمليه قليله الموارد فين؟ في قاره استراليا. في قاره استراليا. في حاجه صعبه في اللي انا قلته ده يا رجاله؟ في حاجه صعبه يعني السبورة قدامك اهي، في اي حاجه صعبه من اللي انا قلته؟ والله العظيم انا شايف ان في الدرس ده النهارده مفيش اي حاجه صعبه. يعني درس امبارح كان اتقل شويه، لكن درس النهارده والله العظيم مفيش اي حاجه صعبه. يعني كده وصلنا لنهايه حلقتنا. عايز اقول بقى كلمه مهمه جدا، مش هطول عليكم. الدرس بتاع النهارده عامه، سواء الجزء الاول او الجزء الثاني، مفيش فيه اي حاجه صعبه. مفيش فيه اي حاجه صعبه. طب الاسئله هتيجي ازاي؟ هيجيب لك ظاهره جغرافيه، يقول لك مثلا جبال الانديز مثلا. جبال ايه؟ الانديز. جبال الانديز في امريكا الجنوبيه، صح؟ يقول لك تقع في قاره نقط. خلاص. او يجيب لك القاره يقول لك يقع بقى ظاهره جغرافيه، سواء جبال، يقول لك عايز جبال او هضاب، وعايز لك تحددها. دي ما فيش فيها اي حاجه صعبه. انا عايزك تحفظ الدرس. في حاجه مهمه برضه عايز اقولها، انا بقولها لطلابي عندي. لو انت حافظ ومش فاهم مش هتحب الماده ومش هتعرف تحل. طب لو انت حافظ وفاهم هتعرف تحل وتكون حابب الماده. تعرف تحل وهتكون حابب المادة. مش عايزك تحفظ بس، انت لو حفظت بس هتعرف تحل، بس مش هتعرف تحل كويس. هتعرف تحل المعلومات اللي جايه مباشره. افرض السؤال لف بقى شويه، السؤال لف شويه، مش هتعرف تحل عشان انت مش فاهم السؤال. لازم تفهم المنهج بتاعك ماشي ازاي. لازم تفهم المنهج بتاعك ماشي ازاي. دي نصيحتي ليك، دي نصيحتي ليك. احنا بس كده وصلنا لنهايه الفيديو. خلاص، يا رب تكون الحصه دي خفيفه عليكم كده وتكون سهله بسيطه ان شاء الله، وتلم الدنيا للطلاب ان شاء الله. نعمل يعني، والله عملت على قد ما اقدر. انا عمال اكتب في السبوره دي اكتر من ساعه والله العظيم عشان اطلعها بجوده عاليه لحضرتك. انا بس كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وان شاء الله مش هيكون اخر فيديو. يا رب ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اللي بعمله. بس انا وصلنا لنهايه الفيديو، وان شاء الله مش هيكون اخر فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.